بيكم أبطال أولى ثانوي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة حضارة بلاد العراق القديم. ألف، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. يستبعد من العوامل التي أدت إلى سقوط الدولات السومرية افتقاد الدولات المقومات الأساسية للزراعة، سعي الحكام لتحقيق مكاسب فردية، التأثر بتبعات الهجرات القادمة من الجنوب، تمتع الدولات بحدود طبيعية آمنة أو منيعة. هنا طبعا بيقول لك يستبعد من العوامل التي أدت إلى سقوط الدولات السومرية، يعني عايز يقول لك اللي فيه 3 عوامل هنا أدت إلى السقوط، وفي عامل واحد ملوش علاقة بسقوط الدولات. طب تعالى نجيبها من ورا لقدام. د، تمتع الدولات بحدود طبيعية منيعة. اهو الحدود الطبيعية المنيعة دي أدت إلى فيه استقلال، كل واحدة شايفة نفسها، فبالتالي ده اللي أصلا أدى إلى وجود نظام الدويلات، فبالتالي هنا الإجابة مستبعدة. طيب جيم، التأثر بتبعات الهجرات القادمة من الجنوب، اللي هم اتأثروا بالجنوب. الجنوب جت هجرات من عندنا ناس اسمهم الأكاديون، فبالتالي الأكاديون لما جم واستغلوا ضعفهم، فبالتالي اللي حصل ده سرع بسقوط الدولات السومرية. بعد كده عندنا سعي الحكام لتحقيق مكاسب فردية، طبعا لما كل حاكم يفكر في نفسه على حساب الآخرين، فبالتالي ده عجل بسقوط الدويلات السومرية. فاضل لنا واحدة بس، افتقاد الدويلات للمقومات الأساسية للزراعة. طبعا الكلام ده غلط، بلاد العراق أساسا بلاد زراعية في المقام الأول، وكلهم قايمين على فكرة إن وجود النهرين دجلة والفرات، فبالتالي قامت على حرفة الزراعة. فافتقاد الدولات المقومات الأساسية للزراعة ملهوش علاقة بأسباب السقوط. 2، تلقب رأس الحكم في الدولات السومرية في بداية الأمر بلقب أنسي، بمعنى الوكيل أو النائب. حدد أي من الآتي لعب دورا في إطلاق اللقب الموضح بالعبارة السابقة على الحكام بالعراق. افتقاد البلاد الوحدة السياسية، باء اكتساء الحكم بالصبغة الدينية، مشاركة الكهنة في حكم البلاد، الصراعات المستمرة بين المدن. طيب هنا أصلا لقب أنسي أو الوكيل أو النائب جه إزاي؟ جه اللي كان كل واحد في بلاد العراق بيشوف إن الحاكم بتاع الدويلة أو حاكم الدولة بصفة عامة هو مجرد وكيل أو نائب للإله، وأن الإله هو عندنا رئيس الجمهورية الحقيقي والحاكم الحقيقي لمين؟ للبلاد. فبالتالي ده يدل على إيه؟ يدل على اكتساء الحكم بالصبغة الدينية. 3، انقسمت المعبودات في العراق قديما إلى معبودات محلية وأخرى عامة. معبودات محلية طبعا يعني لكل إقليم معبود، لكل دويلة معبود، وأخرى عامة لما الدولة تتوحد بيبقى ليها معبود عام. في ضوء تحليلك لمضمون العبارة السابقة، أن أول ظهور للمعبودات العامة التي شملت جميع أنحاء العراق كانت نتيجة إنجازات الملك سرجون الأول حمورابي سرجون الثاني نبوخذ نصر الثاني. طبعا نتيجة إنجازات سرجون الأول. ليه اخترتها؟ لأن سرجون الأول استطاع توحيد بلاد العراق في الوحدة بتاعته 2350، ولما بلاد العراق أصبحت دولة واحدة أصبح ليها إله ومعبود واحد اللي هي المعبودات العامة. 4، أيا من الدول العراقية القديمة التالية انهارت نتيجة لعوامل داخلية ولأطماع خارج حدود الدولة أو خارج حدود العراق. الدولة الأكادية، الدولة البابلية القديمة، الدولة الآشورية، الدولة الكلدانية. بصوا يا شباب، احنا الأربعة اللي قدامنا دولت حصل لهم عندنا عوامل داخلية أدت إلى السقوط. الدولة الأكادية طبعا دي كانت الملك بتاعها سراجون الأول كان قوي، بعد كده جم 4 ملوك أقوياء، بعد كده الملوك كانوا ضعاف، فحصل ضعف في الداخل عجل بسقوط الدولة. بعد كده عندنا الدولة البابلية القديمة كانت بتاعت حمورابي. حمورابي لما مات جه مكانه ناس ضعاف، فده عجل بسقوط الدولة. الدولة الأشورية كان أشهر ملوكها في الدولة الأشورية سرجون الثاني، وبعد كده جه سنحريب اللي كان بيحب التخريب وكان ملك يعتبر يتميز بالشدة والعنف في مواجهة الشعب، فعندنا هو وخلفائه عجلوا بسقوط الدولة. الدولة الكلدانية برضو كان نبوخذ نصر الثاني كان ملك قوي جدا، ولكن جم ناس عجلوا بسقوط الدولة. الله، يبقى هم الأربعة عندهم عوامل داخلية أدت إلى الضعف.
طيب الأطماع بقى حصلت فين؟ الأطماع حصلت في عهد الدولة الكلدانية. ليه اخترتها؟ عشان الدولة الكلدانية يا شباب في أواخر عهدها لما كان الملوك ضعاف وكان في ضعف في الحكومة المركزية وضعف السلطة المركزية، أدى ذلك إلى تدخل الفرس في شؤون بلاد العراق وسيطرتهم على الدولة الكلدانية. 5. نستنتج من خلال معطيات الصورة المقابلة أن وجه الاختلاف بين السومريين في العراق القديم والمصريين في العصر العتيق يتمثل في الإبداع الفني، الازدهار الثقافي، النضج السياسي، الازدهار الاقتصادي. هنا يا شباب دي صلاية الملك نعرمر، بتصور الملك مينا وهو وسط الأعداء ويضرب الجنود، ووسط الجنود بتوعه يضرب الأعداء سوري. وتم عمل اللوحة دي بعد توحيد البلاد على يد الملك مينا. فكده بنستنتج ان السومريين يعني الدولات السومرية عندنا في العصر في العراق القديم بيختلفوا عن العصر العتيق في اللي هما ما كانش فيه عندهم وحدة، فبالتالي الوحدة دي دليلا على النضج السياسي، يبقى عدم وصولهم الى مرحلة النضج السياسي. وصلوا ليه فيما بعد على يد مين؟ على يد سرجون الاول لما عمل الوحدة الاولى 2350. 6. تعتبر حضارة سومر من أقدم حضارات بلاد العراق القديم، ولها إسهامات حضارية متنوعة كان أهمها في الجانب الفني، العسكري، السياسي، الثقافي. طبعا حضارة سومر ينسب إليها الفضل اللي هي عملت الكتابة المسمارية، فبالتالي عندنا كان لها إسهامات واضحة في المجال الثقافي. 7. أول من قام بنقل العراق القديم من نظام الإمارات المستقلة إلى الوحدة الوطنية الملك سرجون الأول، الملك حمورابي، الملك سرجون الثاني، الملك نبوخذ نصر الثاني. طبعا اللي قام بالقضاء على الإمارات المستقلة ودويلات المدن اللي كانت موجودة السومرية وعمل وحدة وطنية. فالملك اللي عمل وحدة وطنية وحد البلاد الوحدة الأولى شبه الملك مينا عندنا كده اسمه سراجون الأول، كانت سنة كام؟ 2350. 8. تبدأ العصور التاريخية بمعرفة الكتابة. نتوقع في ضوء مضمون العبارة السابقة أن أحد المدن الأساسية التي ساهمت بدور كبير في بداية ظهور العصور التاريخية ببلاد العراق القديم. مادام قال لك بداية ظهور العصور التاريخية يبقى بداية معرفة الكتابة. نينوى ولا آشور ولا لكش ولا بابل؟ طبعا عندنا الكتابة اسمها الكتابة المسمارية مرتبطة بالدويلات السومرية. الدويلات السومرية كانت أشهرهم مين؟ أور ولكش وسومر، فبالتالي هنا هنختار لكش لأنها تبع الدويلات السومرية، ومن المتوقع أنه كان هناك فيها الكتابة السومرية، فبالتالي اخترنا الإجابة لكش. 9. يمكن اعتبار الفترة التي خلت من تكوين إمبراطوريات واسعة في بلاد العراق القديم فترة حكم الدويلات السومرية، الدولة البابلية القديمة، الدولة الآشورية، الدولة الكلدانية. طبعا قال لك مفيش إمبراطورية، مفيش توسع، يبقى الدولة دي مفككة، يبقى الدويلات السومرية. ليه؟ الدولة البابلية القديمة عندنا على يد حمورابي عرفت توصل للبحر المتوسط، عملت إمبراطورية. الدولة الآشورية أصلا يعتبر قامت وخدت مدينة بابل واستولت على اللي هي أمجاد الملك حمورابي، فبالتالي عملت إمبراطورية. الدولة الكلدانية برضو عرفت تمتد من الخليج العربي إلى البحر المتوسط فعملت إمبراطورية. الدولة الوحيدة اللي ما عملتش إمبراطورية نتيجة تفككها السياسي هي الدويلات السومرية. السؤال اللي بعده 10. يعد الرابط التاريخي بين الحضارتين الآشورية والكلدانية في بلاد الرافدين أنهما من أصول فارسية، إغريقية، إفريقية، عربية. طيب الحضارة الآشورية هم شعوب جاءت من شبه الجزيرة العربية واستقروا في شمال العراق. طيب الحضارة التانية الحضارة الكلدانية برضو هم شعوب جات من شبه الجزيرة العربية واستقروا في الفرات الأوسط، منطقة الفرات الأوسط، فبالتالي في تشابه إنهم من أصول عربية. 11. يرجع ازدهار الحضارتين المشار إليهم في مضمون النص المقابل إلى تشابههما في التحكم في طرق التجارة العالمية، تعدد مسطحاتهم المائية البحرية، الاستغلال الأمثل للتربة الفيضية، استيعاب الهجرات الوافدة إليها. طب تعالى نشوف كده النص. تعد الحضارة السومرية في العراق وحضارة مصر القديمة من أقدم الحضارات التي ظهرت منذ حوالي 6000 سنة على شكل مجتمعات كبيرة تمارس أكثر من حرفة.
يعني عايز يقول لك ايه وجه الشبه بين الحضاره السومريه والحضاره العراقيه، الحضاره المصريه. طبعا الحضاره السومريه يا شباب قامت في منطقه التقاء نهري دجله والفرات، يعني سهول فيضيه. وبرضو عندنا الحضاره المصريه القديمه قامت علشان الزراعه في المقام الاول على السهول الفيضيه حوالين وادي النيل. يبقى احنا كده الاجابه الاستغلال الامثل للتربه الفيضيه. 12 بالاستعانة بمعطيات الخريطة التي أمامك حدد أي المناطق التالية شهدت قيام أقدم الحضارات في بلاد العراق القديم: الأجزاء الشمالية، الأجزاء السهول الوسطى، الأجزاء الشرقية، السهول الجنوبية. طيب إحنا عندنا أقدم الحضارات التي قامت في بلاد العراق القديم هي حضارات الدويلات السومرية اللي هي أور ولكش وسمر. طيب ادي ايه اور ولكش موجوده في الحته دي، فبالتالي الحته دي اسمها السهول الجنوبيه. السؤال اللي بعده 13: تميزت الدوله الاكاديه عن الدويلات السومريه باحتوائها على اراضي خصبه، طول مده حكمها، ولا الخدمه العسكريه الالزاميه، ولا القرار السياسي الموحد؟ طيب اول حاجه احتوائها على ارض خصبه. تقريبا كل الدويلات اللي قامت وكل الدول اللي قامت في بلاد العراق كانت قامت على حرفة الزراعة عشان وجود نهري دجلة والفرات، فبالتالي دي مستبعدة. طول مدة حكمها، الحضارات اللي احنا خدناها الدويلات السومرية والدولة الأكادية والدولة الأشورية والكلام ده كله كان عندنا تقريبا التاريخ بتاعهم يعني في تفاوت بسيط جدا في المدة، يعني يعتبر في إلى حد ما تشابه في قيام المدة الزمنية. طيب الخدمة العسكرية الإلزامية، لا يا باشا، الخدمة العسكرية الإلزامية دي تم تطبيقها في عهد الآشوريين. طيب يبقى كده مستبعدة. يبقى الإجابة القرار السياسي الواحد. ليه اخترتها؟ علشان الدولة الأكادية حصلت في عهدها أول وحدة تاريخية في تاريخ بلاد العراق على يد سيرجون الأول 2350. 14 نستنتج من سياسة الملك حمورابي في العراق أن استقرار الدولة يرتبط به الاهتمام بإعمار المدن، الاهتمام ببناء دور العبادة، تطبيق مبادئ القانون، وجود سواحل بحرية للدولة. طيب الملك حمورابي ده لما جه أول حاجة عمل قوانين اسمها قوانين حمورابي. قال لك معاقبة من يشهد زور، معاقبة من يقوم بخطف الأطفال، معاقبة أي طبيب يعمل عملية تؤدي إلى ضرر للمريض، معاقبة من يضرب أباه، معاقبة من يسرق، معاقبة من يبني بناء ثم يؤدي إلى وفاة أحد المقيمين فيه. يبقى كل ده اسمه تطبيق مبادئ القانون. 15 تعددت الدروس المستفادة من أحوال بلاد العراق القديم تحت حكم الآشوريين، ومنها أن النجاح يتحقق عن طريق تأمين حدود الدولة، الاهتمام بالجانب الديني، الحرص على التواصل الحضاري، تطبيق مبدأ المشاركة السياسية. هنا 15 يا شباب، هنا بنتكلم عن الآشوريين. طب تعالى نفكر بعد كده. الآشوريين دولت عبارة عن إيه؟ شعوب جاءت من شبه الجزيرة العربية واستقرت في شمال بلاد العراق. حلو. كان مين الملك بتاعهم؟ سرجون الثاني. ده كان ملك قوي وكان ملك عادل واستقرت أمور البلاد في عهده. طيب مين اللي جه مكانه؟ ابنه سنحريب بيحب التخريب، خرب مدينة بابل وعمر مدينة نينوى. بعد كده كل الملوك اللي جم عرف عنهم الشدة والتعامل بعنف مع الشعب وعدم مراعاة مصالح الشعب واستغلال ثروات البلاد لصالحهم، فبالتالي الناس دي فقدوا مبدأ ايه؟ مبدأ المشاركة في الحياة السياسية. يبقى ايه عندنا؟ منها ان النجاح يتحقق عن طريق تطبيق مبدأ المشاركة في الحياة السياسية، هم فقدوه. طيب 16 أصبحت بلاد الرافدين بعد سقوط الدولة الكلدانية دولة ديمقراطية متلائمة الأطراف، ولا مركزا للعلم والأدب والثقافة، ولا مركزا اقتصاديا وقاعدة عسكرية قوية، ولا مجالا للصراعات بين القوى الخارجية؟ طيب تعال نشوف كده. الدولة الكلدانية لما سقطت نتيجة ايه؟ الضعف الداخلي، ضعف نفوذ عندنا الملوك، يعني مفيش مركزية، وبالإضافة أطماع خارجية سيطرت عليها الفرس. طب بعد الفرس جه مين؟ الإسكندر الأكبر. بعد الإسكندر جه السلوكيين. بعد السلوكيين جه مين؟ جه عندنا الرومان. بعد الرومان جه الفرس. بعد الفرس جه الفتح الإسلامي، فبالتالي كانت مجالا للصراعات بين القوى الخارجية. 17 لعب العرب القادمون من شبه الجزيرة العربية إلى العراق دورا هاما في إقامة دول وسقوط دول أخرى. نستنتج من مضمون العبارة السابقة أن آخر دور لعبه العرب القادمون من شبه الجزيرة العربية
إلى العراق كان سببا في سقوط الدولة الآشورية، الدولة الكلدانية، الحكم الفارسي، الحكم الروماني. طب هنا يا شباب بنربطه بالغزاة اللي احتلوا بلاد العراق. احنا لسه قايلين أول احتلال كان مين؟ الفرس، بعد كده الإسكندر الأكبر، بعد كده السلوكيين، بعد كده الرومان، بعد كده الفرس، بعد كده الفتح الإسلامي. فالفتح الإسلامي ده آخر دور لعبه المسلمون في بلاد العراق. هنا بص، آخر دور لعبه العرب القادمون من شبه الجزيرة العربية، يعني مسلمون. حلو جدا، اللي هم طردوا الحكم الفارسي وفتحوا العراق فتح إسلامي. يبقى الإجابة عندنا القضاء على الحكم الفارسي أو سقوط الحكم الفارسي. 18. تعرضت بلاد العراق قديما للغزو الأجنبي أكثر من مرة. يتضح من خلال معطيات الخريطة التالية أن أول غزو أجنبي للعراق جاء من جهة الجنوب، الغرب، الشمال، الشرق. طيب يا شباب، هو أول غزو أجنبي جه عن طريق بلاد فارس، بلاد فارس اللي هي إيران حاليا، فكانوا جايين من الاتجاه ده وهو اتجاه الشرق. 19. تمثل الغرض الأساسي من كتابة الملك حمورابي لقوانينه على حجر صلب في تخليد أعماله التشريعية، إظهار عظمته وصفاته، إظهار الشكر للآلهة، الحفاظ على وحدة البلاد. طبعا الإجابة هتكون هو جاب حجر صلب وناقش عليه القوانين بتاعته، وهو يتلقى العلم والحكمة من الإله بتاعهم شامس، إله الحكمة والعدل عندهم. طيب يبقى احنا كده عندنا مدام حفرها على قطع صلبة عايز يخلد الأعمال بتاعته، يبقى اسمها تخليد أعماله التشريعية، زي الأهرامات دلوقتي وزي بعض النقوش اللي موجودة على جدران المقابر والمعابد عندنا في الحضارة الفرعونية. 20. تمثل العامل الأساسي لسقوط معظم الدول التي قامت ببلاد العراق القديم في الصراع الطبقي، التدخل الخارجي، التناحر الديني، التفكك السياسي. طب الصراع الطبقي ما كانش فيه، تناحر ديني خدناش معلومات تفيد بالتناحر الديني والصراع على تطبيق دين معين. يبقى كده فاضل لنا حاجتين، التدخل الخارجي والتفكك السياسي. التدخل الخارجي ده كان مربوط بالدولة البابلية الثانية لما حصل احتلال فارسي في عهد الدولة الكلدانية. حلو جدا، يبقى لا مستبعد عشان ده حالة واحدة بس. يبقى فاضل التفكك السياسي. طب ليه اخترتها يا مستر؟ تعال نشوف واحدة واحدة. أول حاجة دويلات السومرية حصل لها تفكك بسبب إيه؟ عندنا التفكك السياسي، كانوا عبارة عن دويلات بيكرهوا بعض فانهارت بسرعة. طيب جم بعديهم مين؟ الأكاديون. بعد الملك سراجون الأول كان جه 4 أقوياء، بعد كده كل الملوك كانوا بطيخ وحصل لهم انهيار. بعد كده جت الدولة البابلية الأولى، عندنا مين قائد بتاعها؟ حمورابي كان قوي. بعد كده جم ملوك ضعاف، يبقى كل ده اسمه تفكك سياسي. بعد كده الدولة الأشورية كان سراجون الثاني قوي، بعد كده جه سنحريب اللي بيحب التخريب، وبعد كده جم ملوك تاني ضعاف وقضوها، يبقى احنا كده عندنا برضو حصل ضعف وتفكك سياسي. الدولة البابلية الثانية الدولة الكلدانية كان الملك نبوخذ نصر أحد ملوك الدولة الأقوياء، وبعد موته جم ملوك ضعاف فترتب الأمر بالتفكك السياسي أيضا. يبقى الإجابة التفكك السياسي. 21. أيا من الآتي افتقرت حضارتهم بالعراق القديم إلى تعدد الوجهات الساحلية. وجهات ساحلية يعني على ساحل البحر يا شباب، مياه مالحة. السومريين، البابليون، الآشوريين، الكلدانيون. طبعا الإجابة هتكون السومريين. ليه اخترتها؟ احنا عندنا السومريين يا شباب أو الدويلات السومرية قامت عند التقاء نهري دجلة والفرات، يعني ممكن نقول كان عندهم واجهة بحرية واحدة وهي الخليج العربي. طب البابليون عرفوا يوصلوا إلى ساحل البحر المتوسط. طب الأشوريين عرفوا يوصلوا برضو إلى ساحل البحر المتوسط. طب الكلدانيون عرفوا يعملوا إمبراطورية كبيرة امتدت إلى ساحل البحر المتوسط، فبالتالي عندهم تعدد. يبقى البابليون والأشوريين والكلدانيون عندهم تعدد في الوجهات الساحلية، أما السومريين كان عندهم وجهة واحدة اللي هي الخليج العربي. يبقى الإجابة السومريين. 22. أيا من الدول العراقية الآتية كانت الأسبق في اتساع حدودها لتصل إلى البحر المتوسط؟ الدولات السومرية، الدولة الكلدانية، الدولة البابلية القديمة، الدولة الآشورية. طبعا عندنا الإجابة هتكون الدولة البابلية القديمة. ليه؟ عشان الملك حمورابي بعد أن نجح في إعادة إعمار مدينة بابل ونجح في
عندنا إعادة إعمار مدينة بابل، ونجح برضو الملك حمورابي ده اللي هو عمل قوانين اسمها قوانين حمورابي، نجح في التوسع حتى وصلت حدود دولته إلى البحر المتوسط. يبقى دي الدولة البابلية هي أقدم دولة بعد الدولات السومرية في الدولات اللي موجودة، وأول دولة وصلت لحدود البحر المتوسط. 23 تناقضت سياسة الملك الأشوري سنحاريب في مدينة بابل مع سياسة الملك سرجون الأول حمورابي سرجون الثاني حور محب. خد بالك هنا بيقولك في مدينة بابل، سنحاريب خرب مدينة بابل. طب في ملك من دولت أعاد إعمار مدينة بابل، أيوه هو الملك حمورابي. 24 الدولة الأكادية، الدولة الآشورية، الدولة البابلية الحديثة. يتمثل الرابط المشترك بين هذه الدول في موقع العاصمة، السمو إلى التوحيد، الأصل العرقي، نظام التجنيد. طبعا عندنا وجه الشبه يا شباب هي الأصل العرقي. ليه؟ الدولة الأكادية جاية من شبه الجزيرة العربية واستقرت في وسط العراق. عندنا الدولة الآشورية جت من شبه الجزيرة العربية واستقرت شمال العراق. الدولة البابلية الحديثة أو الكلدانية استقرت في منطقة عندنا نهر الفرات الأوسط. طيب 25 يعد العامل المشترك الذي حال دون استمرار كل من الدولة الآكادية والدولة الكلدانية بالعراق قديما: الحروب والنزاعات الداخلية، ضعف السلطة المركزية، التعرض لهجمات الفرس، سياسة الشدة والاستبداد في الحكم. طيب هنا الدولة الأكادية يا شباب عندنا أشهر ملوكها كان سراجون الأول. بعد سراجون جه 4 ملوك أقوياء، بعد كده حصل ضعف في الملوك فانهارت، يبقى ضعف السلطة المركزية. طب الدولة الكلدانية كان برضو أشهر ملوكها الأقوياء نبوخذ نصر الثاني، بعد وفاته جم ملوك ضعاف، يبقى ضعف السلطة المركزية يا شباب هي اللي أدت إلى سقوط الدولة الأكادية والدولة الكلدانية. 26 تميزت الحضارة السومرية ببلاد العراق قديما بالتوسع الجغرافي، القرار السياسي الموحد، ولا تعدد المراكز الحضارية، ولا تعدد الجبهات الساحلية. طيب تعدد الجبهات الساحلية احنا لسه قايلين ما ينفعش لان هي عندها جبهة واحدة على الخليج العربي. بعد كده القرار السياسي الموحد هي عبارة عن دويلات، ما كانش عندها وحدة اساسا، ده كانوا بيكرهوا بعض. طيب التوسع الجغرافي لا، ده عبارة عن دويلات فضلت كل واحدة في مكانها، وعندنا بتنتظر سقوط الأخرى عشان تاخد منها المغانم، يبقى برضو كانش فيه توسع جغرافي. طيب تعدد المراكز الحضارية، الإجابة تعدد المراكز الحضارية، لأن من أهم المراكز الحضارية للمدن السومرية هي عندنا مين؟ عندنا أور ولكش وسمر. 27 من مبادئ قوانين حمورابي معاقبة كل من يخطف الأطفال أو يشهد زور أو يجري عملية جراحية تؤدي إلى وفاة مريض أو بنى بيتا وانهار. يمكن من خلال تحليل محتوى الفقرة السابقة أن نستدل على معرفة العراقيين القدماء بعلم الفلسفة، الطب، الفلك، الكيمياء. طبعا ده يدل على معرفة المصريين لعلم الطب. ليه اخترت الطب؟ علشان هنا قالك ايه؟ عندنا معاقبة من يجري عملية جراحية تؤدي إلى وفاة مريض. 28 لكي تكون جميلا حافظ على جمال الآخرين. أي من الملوك التالية تعارضت أعماله مع العبارة السابقة: نبوخذ نصر الثاني، سرجون الثاني، سنحاريب، حمورابي. طبعا عندنا اللي تعارضت أعماله مع العبارة السابقة الملك اللي كان بيحب التخريب، يبقى الملك سنحاريب. ليه؟ لأنه خرب مدينة مين؟ خرب مدينة بابل. 29 تؤكد أسطورة الطوفان وقوانين حمورابي في بلاد العراق القديم على تأثر العراقيين بالقوة العسكرية، الأنشطة الاقتصادية، العقيدة الدينية، العلم والثقافة. طيب أسطورة الطوفان بتدور حوالين إيه؟ حوالين اللي كان الآلهة غضبانة، طبعا الكلام ده على سبيل الثقافة ليس إلا الآلهة كانت غضبانة على البشر وعايزة تبيد البشر خالص. فجه إله الحكمة اسمه آية، أوكي، كان راح لأحد الرجال الصالحين وقال له اعمل مركب وحط فيها الناس من كل زوجين، يعني من الأسد يبقى في أسد وفي أنثى وذكر، وبرضه عندنا من كل حيوان يعمل نفس الكلام ويحطها في مركب كبيرة جدا. راح سمع الكلام الحكيم ده وراح حاطط الكلام ده كله في مركب لغاية لما حصل طوفان عظيم أشبه بقصة سيدنا نوح. بعد كده نجا، فالآلهة رضيت عن الراجل الصالح ده وتم اختياره إلها
ليهم مرة، يعني عملوه إله بعد كده. فطبعا دي مجرد أسطورة بس في تأثر بالفكر الديني. طيب بعد كده عندنا قوانين حمورابي، بتصور حمورابي وهو يتلقى العلم من مين؟ من الإله شامس إله الحكمة عندهم، فبالتالي عندنا التأثر بالعقيدة الدينية. 30 أدى تطاحن السومريين واشتعال الحروب فيما بينهم إلى بسط الأكاديين نفوذهم على جنوب العراق، تفكك الدولة السومرية إلى دويلات منفصلة، هجرة الأكاديين إلى وسط وجنوب العراق، إنشاء دولة موحدة مركزها في الجنوب. طبعا تطاحن السومريين واشتعال الحروب فيما بينهم أدى إلى إيه؟ أدى إلى عندنا طبعا حصل تفكك للدول السومرية إلى دويلات منفصلة. طبعا أصلا هم كان دويلات منفصلة، فبالتالي دي مستبعدة. إنشاء دولة موحدة بيقول لك ده في تطاحن، يبقى برضه دي مستبعدة. يبقى فاضل حاجتين، أدت إلى هجرة الأكاديين إلى وسط وجنوب العراق. الأكاديين ما لهمش علاقة باللي بيحصل في السومرية، هم عرفوا يهاجروا بس، لكن بسط الأكاديين نفوذهم على جنوب العراق اللي حصل للسومريين بسبب ضعفهم. الأكاديون بقيادة سرجون الأول عرفوا يسيطروا على جنوب العراق اللي فيها الدولة السومرية. 31 سقطت الدولة الكلدانية نتيجة تطلعات الدولة الفارسية التوسعية اتجاه الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب. طبعا هنا خدوا بالكم، طبعا الناس كلها هتقول لك نحو الشرق، لا، هو بيقول لك الفرس عندنا بالنسبة لهم الدولة الكلدانية تقع إلى اتجاه مين؟ الغرب. يعني ايه مش فاهم؟ هقول لك على حاجة حلوة. هنفترض دلوقتي ال 31 دي الحمراء هي دولة الفرس، حلو قوي، وكلمة سقطت هي عندنا الدولة الكلدانية، ماشي؟ اتفقنا مع بعض؟ يعني 31 دي الفرس وسقطت دي هي الدولة الكلدانية. كويس قوي يا مستر. طيب ايه اللي حصل بقى؟ بيقول لك بقى هنا سقطت الدولة الكلدانية نتيجة تطلعات الدولة الفارسية التوسعية اتجاه، يعني ادي الدولة الفارسية اهي، الدولة الفارسية اهي لما راحت عند كلمة سقطت كده راحت اتجاه ايه؟ ايوه كده راحت اتجاه الغرب، يبقى الإجابة اتجاه الغرب. 32 توضح محتوى الصورتين اللتان أمامك إحدى مظاهر الحضارات القديمة العراقية والفرعونية، ويتمثل الرابط المشترك بينهم في تقديس الحيوانات، الإبداع الفني، براعة النحت، ولا فن الرسم. هنا بيصور هنا فوق في بلاد العراق وهم بيرعوا الأغنام والأبقار، حلو قوي. بعد كده تحت بيصورهم برضو على الحوائط وهم عندنا بيعملوا عملية الزراعة، وبيستخدموا برضو بعض الحيوانات في عمل الزراعة. فده يدل على تقديس الحيوانات؟ لا، مفيش أي حاجة تدل على التقديس. الإبداع الفني ده يدل على الإبداع الفني اللي هم عندهم إبداع فني، تمام، بدرجات متفاوتة بدرجات مختلفة. يعني هنا المصريين القدماء عندهم ألوان زاهية شوية، أما هناك ممكن تلاقي إيه تقريبا النحت بتاعهم بارز أكتر، وفي عندنا إيه دقة وتفصيل أكتر من تحت، فبالتالي يدل على الإبداع الفني. 33 حدد من خلال دراستك لحضارة بلاد العراق القديم أي البلاد الآتية كانت تكلفة نقل البضائع العراقية إليها أقل. يعني أنهي واحدة علشان ننقل البضائع إليها ده حاجة بتاخد تكلفة أقل؟ الشام، اليمن، مصر، اليونان. طبعا الإجابة الشام. اخترتها ليه؟ لأن الشام هي أقرب حاجة من هنا إلى بلاد العراق. 34 تحرى العراقيون القدماء الدقة والعدالة في معاملاتهم التجارية بدليل تسجيل العقود على الألواح الخشبية، استخدام المكاييل والأختام، إيمانهم بالحساب بعد الموت، احتكار الدولة للتجارة الخارجية. طبعا عندنا بيتكلم اللي هم تحروا الدقة والأمانة في المعاملات، يبقى كده في البيع والشراء هم استخدموا إيه في البيع والشراء؟ استخدموا المكاييل والأختام. السؤال 35 تعد الطبقة الأكثر نشاطا من الناحية الاقتصادية في بلاد العراق القديم هي الطبقة العليا، الوسطى، الأرستقراطية، العامة. طبعا الطبقة الأكثر نشاطا هنا يا شباب هي الطبقة الوسطى. اخترتها ليه؟ الطبقة الوسطى يا شباب تعالى نفكر فيها بعض، فيها الموظفين، حلو، وفيها عندنا الصناع، وفيها التجار، وفيها صغار الجيش، صغار ضباط الجيش وصغار الجنود. فبالتالي الطبقة الوسطى هي اللي بتلعب دور كبير في الناحية الاقتصادية. 36 تشابهت الحضارة المصرية القديمة مع الحضارة العراقية القديمة في الكثير من السمات، إلا أنهما اختلفتا في الاعتقاد في البعث والخلود، نظام الملكية الزراعية،
نحت الحيوانات برؤوس بشرية، استخدام الأختام. طبعا استخدام الأختام احنا خدناه من الحضارة العراقية، فبالتالي كان موجود في الاتنين. نحت الحيوانات برؤوس بشرية كان موجود في الاتنين، وهم كمان كان عندهم السران المجنحة ذات الرؤوس البشرية، واحنا عندنا أبو الهول جسم إنسان، جسم أسد ورأس إنسان. الاعتقاد في البعث والخلود، هم تأثروا بحياة المصريين القدماء في الاعتقاد بالبعث والخلود، ولكن ظلت حياتهم في البعث والخلود غامضة. طيب يبقى فاضل حاجة واحدة بس، نظام الملكية الزراعية. ليه اخترته؟ عشان بلاد العراق القديم كان عندهم ملكية فردية، أما المصريين القدماء كانت الملكية كلها للأرض ملكية فرعون، يبقى نظام الملكية الزراعية. 37. تمثل معطيات الصورة المقابلة مصدرا تاريخيا يمكن من خلاله التعرف على أحد مظاهر الأسلحة المستخدمة، الأبجدية المسمارية، الأنشطة الاقتصادية، المعتقدات الدينية. طبعا هنا بنتكلم الصورة دي قدامك، هنا في واحد ماسك سهم كده وماسك في ايديه حاجة كده عاملة زي السيف، فبالتالي دي يدل على الأسلحة المستخدمة. 38. اهتم ملوك بلاد العراق القديم بالقوة العسكرية لتأمين حدود بلادهم وبناء دولة عظيمة. يتضح في ضوء مضمون العبارة السابقة أن الخدمة العسكرية في عهد الملك حمورابي كانت تطوعية وقت الحرب، إلزامية وقت الحرب، إلزامية طوال الوقت أو طوال العام، قاصرة على المرتزقة. طبعا هنا بيتكلم عن الخدمة في عهد الملك حمورابي. الملك حمورابي كان في عهد الدولة البابلية، فبالتالي ساعتها كانت الخدمة إلزامية فقط في وقت الحرب، لكن أصبحت إلزامية طوال العام في عهد الدولة الآشورية. 39. تأثرت زيادة أعداد الطبقة الدنيا في بلاد العراق القديم بالعلاقات التجارية مع البلاد الأخرى، نظام ملكية الأرض للأفراد، ولا نتائج السياسة الخارجية للبلاد، ولا هجرة الأكاديون إلى العراق. هنا يا شباب بيتكلم عن الطبقة الدنيا. الطبقة الدنيا كان فيها أسرى الحروب، كان فيها العبيد الذين كانوا يؤخذون بالقوة وبالعنف من البلاد الأخرى، وفيها الفقراء الذين لا يستطيعون سداد الديون، فبالتالي أسرى الحروب بسبب الحروب، والعبيد بسبب اللي احنا بناخدهم من البلدان الأخرى الأكثر ضعفا، فبالتالي كل ده راجع إلى السياسة الخارجية للبلاد. 40. تعتبر الكتابة المسمارية التي تم اختراعها في بلاد الرافدين قديما نوعا من الرسم والتصوير، النحت والتصوير، النقوش الغائرة، النقوش البارزة. طبعا الكتابة المسمارية تعد نوعا من النقوش الغائرة، عشان خدنا في الترم الأول النقوش البارزة زي صلاية نعرمر، والنقوش الغائرة زي حجر بدرمو، فهي يعتبر برضو النقوش بتاعها داخلة لجوه، فاسمها نقوش غائرة. بالاستعانة بالخريطة التالية وفي ضوء دراستك لمظاهر الحضارة العراقية القديمة، نستنتج أن استخدام الوثائق والسجلات المدونة بالكتابة المسمارية ظهر لأول مرة في تاريخ العراق القديم في المناطق الشمالية الشرقية للعراق، منطقة الفرات الأوسط، ولا المناطق الشمالية الغربية للعراق، ولا منطقة التقاء دجلة والفرات. هنا بيتكلم عن الأماكن الأولى لانتشار الكتابة المسمارية، فبالتالي الكتابة المسمارية هنربطها بالدويلات السومرية. الدويلات السومرية موجودة هنا ليك شؤور، فبالتالي موجودة عند نقطة التقاء مين؟ نهري دجلة والفرات. بص على المؤشر، ادي نهر دجلة ودي نهر الفرات، فهي بالتالي موجودة عند التقاء نهري دجلة والفرات. السؤال اللي بعده 42. أمامك رسم تكويني لحدائق بابل المعلقة، نستنتج من خلال محتواه أن السبب في اتخاذ إحدى عجائب الدنيا السبعة. طيب يعني اتخاذ هذا الشكل أنه من أعجائب الدنيا السبعة: زيادة إنتاجها الزراعي، ضخامة الأحجار المستخدمة في البناء، براعة تصميمها الهندسي، عمليتها الدورية المتأثرة بالحضارة المصرية. طبعا تم اختيارها بسبب براعة تصميمها الهندسي الفريد. 43. أيا مما يلي تميزت بارتفاع سطحها عن باقي حضارات العراق القديم: الدويلات السومرية، الدولة الكلدانية، الدولة الأكادية، الدولة الآشورية. الدويلات السومرية عاشوا في منطقة عندنا اتقاء دجلة والفرات في الجنوب. الدولة الكلدانية عندنا طبعا الدولة الكلدانية يا شباب اللي هي كانوا عاشوا في منطقة عندنا الدولة الكلدانية عاشوا في منطقة الفرات الأوسط. أما الدولة الأكادية
عاشوا عندنا في وسط العراق. الدولة الأشورية عاشوا في شمال العراق، فبالتالي أكتر حتة كانت مرتفعة هي الشمال. ليه؟ علشان أرض العراق تتميز بالانبساط وترتفع تدريجيا كلما اتجهنا نحو الشمال، أكنك طالع على السلم ده الجنوب، طالع فوق عند بيتك الدور الأول، يبقى أنت تطلع الدور الأول، آخر سلمة هي اتجاه الشمال، فالأشوريين كانوا موجودين في اتجاه الشمال. 44. يمكن أن نستنتج أن المهنة التي استفادت بشكل كبير أو بشكل مباشر من وضع العراقيين القدماء للتقويم الشمسي: التجارة، الزراعة، الصيد، الصناعة. التقويم الشمسي يعني تقسيم السنة إلى شهور. أكتر مهنة هنا تستفاد منهم هي مهنة الزراعة. السؤال اللي بعده 45. تتشابه معطيات الصورة المقابلة مع هرم سقارة مدرج. يعني الصورة دي ده رسم تكويني لحدائق بابل المعلقة، بتتشابه مع الهرم المدرج عندنا في أنهم يمثلان قيمة اقتصادية كبيرة، معمارية وفنية، دينية وأدبية، ثقافية واجتماعية. طبعا يمثلان قيمة معمارية وفنية. 46. ساهمت البيئة الفيضية لبلاد العراق قديما في نشاط حركة التجارة الخليجية، توفير بعض أدوات الكتابة، وصول السومريين إلى النضج السياسي، تميز فن النحت بالدقة والمهارة العالية. طبعا البيئة الفيضية يا شباب لبلاد العراق تساهمت في توفير بعض أنواع الكتابة أو بعض أدوات الكتابة. يعني إيه؟ لأن الكتابة المسمارية كانت تكتب على لوح من الطين، فبالتالي كان الطين ده بيتم أخذه من عندنا نهري دجلة والفرات. 47. يدل تتويج الملك في الذكورات ببلاد العراق القديم على سيطرة الكهنة على أمور الحكم، اعتبار الذكورات مقرنة الحكم في الدولة، تغلغل الدين في حياة العراقيين القدماء، التواصل الديني مع الحضارة المصرية القديمة. كان لازما شرط أساسي عشان الملك يبقى ملك يروح عندنا يتم تتويجه في المقام الأول في الذكورات، وجوه الذكورات برضو كان يتم استخدامها في تعليم أصول الكتابة، حفظ السجلات والوثائق، فكل ده يدل على تغلغل الدين في حياة العراقيين القدماء. 48. ظهر تأثير العقيدة الدينية بشكل واضح في حياة سكان بلاد العراق القديم، ويستدل على ذلك من خلال انتشار معبوداتهم في البلاد المجاورة، امتداد حدود الدولة إلى ساحل البحر المتوسط، مكانة إحدى فئات الطبقة العليا، الاهتمام بأعمالهم خوفا من الحساب بعد الموت. طبعا ظهر تأثر العقيدة بشكل واضح في حياة السكان، ويستدل على ذلك من طبعا مكانة أحد كبار أو مكانة إحدى فئات الطبقة العليا. ليه؟ الطبقة العليا يا شباب كان فيها كبار الكهنة، كان معاهم أعوان الملك وكبار رجال الدولة، فمعنى لكبار الكهنة موجودين في الطبقة العليا في شؤون الحكم، فبالتالي ده يدل على تأثير العقيدة في حياة سكان بلاد العراق. السؤال اللي بعده 49. يتضح بالاستعانة بمعطيات الخريطة التالية أن الحضارات العراقية القديمة جددت دمائها من خلال الهجرات القادمة للعراق من الجهات الجنوبية، الغربية، الشمالية، الشرقية. الهجرات كلها كان بتيجي من شبه الجزيرة العربية، تمام، رايحة العراق، فكده عندنا من اتجاه الجنوب يا شباب، يبقى الاتجاهات الجنوبية. 50. تعددت وظائف الذكورات في بلاد العراق القديم، فبجانب وظيفتها الدينية كان لها وظيفة قضائية، عسكرية، تشريعية، ثقافية. الإجابة هنا هتكون ثقافية. ليه اخترتها؟ علشان جوه الذكورات كان بيتم تدريب أولادهم على تعلم الكتابة. كانت بمثابة دارا للوثائق في بلاد العراق القديم: دور العبادة، القصور الملكية، المكتبات الحكومية، القلاع والحصون. طبعا بمثابة دار للوثائق يبقى على طول دور العبادة، إن الذكورات كانت مكان لحفظ الوثائق وحفظ السجلات. السؤال اللي بعده 52. رغم تطور حضارات بلاد العراق القديم إلا أنها خلت من الوصول إلى توحيد الآلهة، التواصل الحضاري مع مصر، الثراء الفكري والمادي، الوحدة السياسية والعسكرية. كل ده كان موجود ما عدا الوصول إلى توحيد الآلهة. 53. ظهر التواصل بين بلاد العراق القديم ومصر الفرعونية بصورة واضحة في المجالين الديني والفني خلال عصر الدولة القديمة، عصر الدولة الحديثة، عصر الدولة الوسطى، العصر المتأخر.
طيب هنا بيتكلم عن المجال الديني. المجال الديني عندنا عشتار هي ربة الحرب والسلام عندهم، تم انتقالها كمعبودة إلى مصر في عهد الملك رمسيس الثاني في عصر الدولة الحديثة. طيب في المجال الفني هتلاقي عندنا الملك حور محب خد الختم الملكي بتاعه متأثرا ببلاد العراق، يبقى كده عندنا في عصر الدولة الحديثة. 54 يستدل على تأثر الحضارة المصرية القديمة بحضارة بلاد العراق القديم. يعني احنا تأثرنا بالعراق من خلال الإيمان بالبعث والخلود، ده احنا اللي اخترعناه. بناء المنشآت المعمارية، ده احنا عملنا أول أهرامات موجودة. تسجيل التراث الثقافي، ده احنا اللي عملناها برضو. توثيق المراسيم الملكية عشان احنا خدنا منهم الأختام الدائرية، تمام، اللي عثر عليها في مدينة جرزة بالجيزة. وخدنا الملك حور محب برضو خد الخاتم بتاعه من ايه، من بلاد العراق وتأثر بهم. طيب الأسئلة المقالية: باء، حدد العلاقة بين النظام السياسي للمدن السومرية وتعدد الآلهة. طبعا العلاقة ما بينهم يا شباب، كانت المدن السومرية مدنا مستقلة عن بعضها، لذلك سميت بدويلات المدن، وكان لكل منها معبود يعد حاكم المدينة الحقيقي والملك وكيله في حكم البلاد، وبذلك تعددت الآلهة. ما العلاقة بين شبه الجزيرة العربية وحضارة بلاد العراق القديم؟ طبعا العلاقة ما بينهم أدت هجرات الشعوب التي أتت من شبه الجزيرة العربية لبلاد العراق القديم واستقرارهم بها إلى قيام بعض الحضارات الكبرى مثل الأكادية والآشورية والبابلية الحديثة. 57 ما تقييمك لقوانين حمورابي؟ طبعا تميزت قوانين حمورابي بالشدة والصرامة، وهو أمر يحتاجه المجتمع في حالة انتشار الفوضى والجرائم. وتنفيذ قوانين حمورابي أدى إلى الالتزام المهني والأخلاقي في المجتمع، كما أكدت على حرص الدولة على رعاياها. 58 ما الدروس المستفادة من سقوط الدولة الآشورية؟ طبعا من أهم الدروس يا شباب أن سياسة الشدة والظلم والاستبداد وإهمال ثروات البلاد تؤدي إلى سقط الشعوب وثوراتهم. القوة وحدها لا تكفي لبناء دولة قوية واستمرارها. 59 فسر نجاح الملك نبوخذ نصر الثاني في تكوين إمبراطورية قوية. طبعا عندنا بسبب ما عرف عنه من القوة والصلابة في حكم البلاد والكفاءة العسكرية والإدارية. 60 أيد تاريخيا صحة العبارة التالية: اعتبرت التجارة مع بلاد الشام تجارة خارجية للعراق في عصر الدويلات السومرية. طبعا عندنا حيث كانت الدويلات السومرية بمثابة دويلات مستقلة لم تتحد ولم تتوسع، لذلك تعد التجارة بينها وبين بلاد الشام تجارة خارجية. بينما في عهد الدولة الآشورية والدولة البابلية القديمة والدولة الكلدانية دول استطاعت تكوين إمبراطوريات ضمت بلاد الشام، لذلك تعد التجارة مع بلاد الشام في عصرهم تجارة داخلية. السؤال 61 حدد العلاقة بين الصناعة والزراعة في بلاد العراق القديم. طبعا العلاقة ما بينهم: اشتهر سكان بلاد العراق القديم بالكثير من الصناعات التي ترتبط بالنشاط الزراعي مثل صناعة المنسوجات وأدوات الزراعة. 62 أصبحت الخدمة العسكرية دائمة في عهد الآشوريين. كيف استفاد الملك سرجون الثاني من ذلك؟ طبعا هنقول جعل الآشوريين الخدمة العسكرية دائمة في حين أنها كانت إلزامية فقط أيام الحروب من قبل، وقد استفاد الملك سرجون الثاني من هذا وقام بتكوين جيش قوي سيطر به على بابل وكون إمبراطورية عظيمة. ما العلاقة بين الدين والقانون في حضارة بلاد العراق القديم؟ طيب العلاقة هنقول صبغة القوانين بالصبغة الدينية في بلاد العراق القديم، وقد ظهر ذلك واضحا في مجموعة قوانين حمورابي التي نقشت على حجر صلب أعلاه صورة للملك حمورابي وهو يتلقى القوانين من إله الحكمة والعدل شمس. 64 حدد تقييمك لمدى مصداقية العبارة الآتية تاريخيا. عرفت بلاد العراق القديم الكتابة وتدوين الأحداث منذ عصر الدولة البابلية القديمة. طبعا العبارة غير صادقة، لأن السومريين هم من اخترعوا الكتابة التي عرفت بالكتابة المسمارية، وقد استخدمها السومريين في تدوين الوثائق والسجلات. وبكده انتهينا من أسئلة درس بلاد العراق القديم. يا ريت تدعمونا بلايك للفيديو لو سمحتم واشتراك في القناة، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع.